إذا أنت متضايق دايم حط ببالك تفسير سورة الكوثر. يا أخي سورة الكوثر جبر الخاطر اللي فيها عجيب، لها قصة يوم تعرفها تفرق معك وانت قراها في كل مرة. كان في شخص قيل انه العاص ابن وائل يسخر من الرسول ويعاير الرسول اللهم صل وسلم عليه، وقال عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه أبتر. تخيل الحقد اللي فيه. أبتر معناتها اللي معادله الذرية، لأنك أبتر ما عندك ولد يشيل اسمه. كلهم ميتين. يعني شجرة العائلة انقطعت عند هذا الحد. كانوا يذمون الرسول عليه الصلاة والسلام. فالشيء هذا ضايق الرسول اللهم صل وسلم. الكلام ترى يحز في الخاطر جدا، فكان الرسول يحتسب ويصبر. قالوا أبتر، جاءت البشارة من الله، فأنزل الله سبحانه وتعالى سورة الكوثر. سطر واحد كانت زي العلاج، كانت زي الدواء، كانت زي المرهم. إنا أعطيناك الكوثر. الكوثر هو نهر في الجنة. يعني يا محمد إنا أعطيناك نهر في الجنة. فصل لربك وانحر. اشكر رب العالمين. بالصلاة له. شغل بأعمالك والعبادة والطاعة. وانحر يعني واذبح من الغنم. إن شانئك هو الأبتر. اللي كان يقول لك أنت الأبتر هو الأبتر. الأبتر من رحمة الله. يعني أنت يا العاص بن وائل مبغضك. هو الأبتر. أما أنت يا محمد سيرتك راح تكون عايشة واسمك موجود. لا زال اسم النبي صلى الله عليه وسلم محمد يذكر إلى هذه اللحظة. في كل صلاة، في كل ثانية على هذا الكوكب تجد شخص يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. لا تنسى تصلي على الرسول اللهم صل وسلم عليه، وخليك فخور أنك من أمك. واللهم صل وسلم.